شرع أعمالا عظيمة في كل حين ليكون توحيد الرب وذكره عز وجل متصل على مر الأيام والساعات، فما أن ينتهي موسم حتى يبدأ موسم آخر. ثم قال فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسمي إن الحج أطول عبادة بدنية متصلة يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة له وحده. شرع الله هذا الركن العظيم لتزكو أبدان المسلمين وأموالهم، فمن أداها وأدى هذا الركن العظيم وهو الحج كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه. وقال فضيلته يتعرض الحجاج لنفحات الله عز وجل، ففي هذه الأيام المباركات يوم عظيم يعتق الله فيه رقاب المسلمين من النار، وهو يوم عرفة، فليس أكثر من هذا اليوم اعتاقا من النار من هذا اليوم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج ركن من أركان الدين مليء بالعبر والعظات. وقال فضيلته الحج إعلان بأن الإسلام هو الدين الحق، فلا يوجد اجتماع مماثل لأي ديانة أخرى في هذا الكون، لذا فهو ركن عظيم، وفي أداء هذا الركن انتظام وتوقيت لأعماله، وهناك عبادات باللسان والبدن والجوارح، فمن تعلق قلبه بالله والدار الآخرة ظفر بالنجاة والفلاح. وفي خطبته الثانية واصل فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، واصل حديثه عن هذا الركن العظيم ركن الحج، فقال خص الله أمكنة بالفضل واختار أزمنة أيضا فضلها على غيرها، فقد اختار سبحانه وتعالى أشهر الحج ورمضان، ومن ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ومن الأيام أيام عشر ذي الحجة، والتي نحن في أول يوم من أيامها هذا اليوم الجمعة، وهو الأول من شهر ذي الحجة من عام 1432 للهجرة. وهي تفضل هذه الأيام، يقصد أيام عشر ذي الحجة، تفضل أيام العشر الأواخر من رمضان، وحث المصلين وحث المسلمين على العمل الصالح والزيادة في العمل الصالح في هذه الأيام المباركات، ومن ذلك بر الوالدين وصلة الرحم والصدقة والصوم. وكذلك ذكر المسلمين بعبادة عظيمة تؤدى في هذه الأيام المباركة، وهي عبادة التكبير وإظهار التوحيد لله عز وجل. وقال فضيلته إن الله فاضل بين الناس، فمنهم من يسابق في فعل الخيرات وقضاء حوائج الناس، فيجب أن يحرص المسلم على أن يكون من السابقين الذين يسارعون في فعل الخيرات وقضاء حاجات الناس، طلبا لرضا الرب سبحانه وتعالى وطلبا لعفوه ومغفرته وكرمه. نسأل المولى عز وجل أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله عز وجل أن ييسر لهذه الأعداد الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين وقد أدوا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأن يتقبل منهم سعيهم وهذه الأعمال الصالحة التي يقدمونها طاعة
وتقربا إلى ربهم عز وجل، حيث هم جاءوا ضيوفا للرحمن، جاءوا استجابة لندائه سبحانه وتعالى، جاءوا يطمعون في عفوه ومغفرته، لذا فهم كلهم أمل وطمع في كرمه سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، لا يرد عباده عن بابه سبحانه وتعالى. هم مفتقرون إليه في كل أحوالهم. منظر مهيب لهذه الجموع المؤمنة، وكذلك وتستمر هذه المناظر المهيبة هناك في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة، حيث تؤدي هذه الأعداد الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام أركان أو الركن العظيم وهو الحج، تؤديه في تلك البقاع المقدسة، وهم في هذا المكان الطاهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يزورون هذا المسجد، يشدون الرحال إليه، فيقضون فيه هذه الأيام قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة. نسأله عز وجل أن يحفظهم في مسيرهم، وحتى أن يؤدوا عبادتهم ويؤدوا حجهم وهم إن شاء الله في أمن وأمان وسلامة من الرحمن. والجهود التي تبذل لا شك كبيرة في خدمة هذه الأعداد الكبيرة، خدمة للمولى، خدمة لهذه الألوف، خدمة لهذه الملايين، وطمعا للمولى في عفوه ومغفرته، إنه جواد كريم. أيها الأحبة في الله، عشنا هذه اللحظات المباركات مع هذه الجموع المؤمنة وفي هذا المسجد المبارك، في المسجد النبوي الشريف، وفي يوم مبارك هو عيد الأسبوع، يوم الجمعة. عشنا هذه الأجواء الإيمانية، عشناها بكل ما فيها من خشوع وخضوع وسكينة وطاعة لله عز وجل. عشناها مع هذه الجموع الغفيرة في هذا المكان المبارك. ولا شك أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، يا من تتابعون هذا النقل المباشر من المسجد النبوي الشريف لشعائر صلاة الجمعة التي من الله على عباده المؤمنين في المسجد النبوي الشريف، من عليهم بأداء هذه الصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يخرجون وهم يدعون ربهم أن يتقبل منهم صلاتهم وأعمالهم الصالحة، إنه جواد كريم. ختاما أيها الأحبة في الله، ندعو الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صلاتهم ودعاءهم وصالح أعمالهم، إنه جواد كريم. إلى هنا نأتي لختام هذا النقل المباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف. في ختامه لكم تحايا الزملاء المشاركين في هذا النقل، وتحيات مخرج هذا النقل الأستاذ حمزة قنديل. هذا محدثكم عبد الرحمن عبد الله الرويس من المسجد النبوي الشريف، يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.